مخك هيختار الطريق السهل وهو التغافل والتكاسل. النقطة رقم 2 بقى يا شباب هي تحديد المشكلة بالظبط، حجمها ونوعها. هقعد مع نفسي كده واجيب ورقة وقلم واشوف انا عندي مشكلة في مواد ايه. ان شاء الله لو في كل المواد عادي جدا هقول انا والله في المادة العربي متراكم عليا كذا، في الانجليزي متراكم عليا كذا، في الفيزياء متراكم عليا كذا. لما اشوف المشكلة واضحة ومحددة قدام عيني انا هقدر احلها. لكن طول ما هي مش قدام عينك، طول ما انت عارف ان انت مراكم في مادة العربي او الانجليزي او الفيزياء وما انت شايف قدام عينك انت مراكم ايه بالظبط، صدقني مخك هيختار الطريق السهل وهو التغافل والتكاسل. طبعا مش هتلم اي حاجة ومش هتاخد اي خطوة ايجابية. انا دلوقتي طالبة منك انك تعمل ورقة وتكتب فيها كل الحاجة المتراكمة عليك، كل مادة ايه المادة اللي عندك فيها مشاكل، متراكم ايه بالظبط، كم حصة، كم محاضرة، حدد النوع والوقت او الكم. شوف انا محتاج كم قد ايه او وقت قد ايه عشان الم المادة دي، عشان الم الحصص دي.